السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة احلى بيتزا وزي بتاعة المحلات واحلى كمان بالظبط. اول حاجة هنستخدمها النهاردة ربع كيلو كيلو الا ربع من الدقيق، ولازم الدقيق يكون متعدد الاستخدامات وكمان يكون منخول. انا نخلته مرتين من الطبق ده للطبق ده. اول حاجة هنزل بيها هي ايه؟ كوباية كبيرة مية دافية، وهنزل بمعلقة كبيرة من الخميرة الفورية ونص معلقة صغيرة من السكر. هقلب المكونات دي كويس، وبعد ما تتقلب بالشكل ده كده هنزل بأربع معالق من الزيت الكبار. الزيت الكبار 4 معالق، 2 3 4، والمعلقة الأخيرة دي هسيبها وأقولك ليه. هنزل كمان بمعلقتين كبار من اللبن البودر. لو ما عندكيش اللبن البودر ممكن تستبدليه بمعلقتين كبار من الزبادي البلدي، بيطر العجينة وبيخليها حلوة قوي. هنزل كده بالدقيق تدريجيا بالشكل ده وهقلب. طبعا هنزود مية لسه وهقولك هو خد قد ايه. في دقيق بيستخدم سوائل كتير وفي دقيق ما بيستخدمش السوائل الكتير، حسب طبعا نوع الدقيق. في دقيق ما بيشربش السوائل كتير. هنا طبعا دي بقى تاني كوباية، هنزل نصها دلوقتي وهقلب بالشكل ده. هاجي بقى دلوقتي وهستخدم ايدي في العجن. لو عندك العجان يا قمر هتحطيها في العجان، مش هتاخد 5 دقايق عجن. لو استخدمتي ايدك ممكن من 8 دقايق ل10 دقايق هتعجنيها وتخدميها كويس. نزلت طبعا بالنص التاني المية، يبقى كده خدت معايا الكيلو الا ربع، خدوا معايا كوبايتين كبار من المية. طبعا انتي ايدك اللي بتقايم ده، يعني انتي بتشوفي هي معاكي محتاجة مية ولا لا. زي ما قلتلك في الاول، في دقيق بيشرب المية وفي دقيق ما بيشربش مية كتير. في الوقت ده هتبقى ملزقة بالشكل ده كده، وده الطبيعي، ما تخافيش منها. لو لقيتيها متلزقة كده يا قمر ممكن تدهني ايدك بشوية زيت او بشوية دقيق. وهنا طبعا بعجنها بالشكل ده، لازم تعجنيها او تخدميها كويس. لو لقيتيها ملزقة بالشكل ده ومش عارفة طبعا تلميها، هترشي رشة بسيطة جدا من الدقيق، او ممكن تعملي معلقة من الزيت. وهنا طبعا هتخدميها كويس بايدك. لازم العجينة تبقى طرية معاكي. هتاخد بقى في التخمير قد ايه؟ ده حسب درجة الحرارة او حسب درجة حرارة الغرفة اللي عندك. معلقة الزيت بقى اللي انا سبتها في الاخر دي هدهنها من فوق، وهدهن الطبق اللي انا هخمره فيها من تحت كده اهي، هي دي. لو انت طبعا يا قمر في الصيف هتاخد معاكي يعني ربع ساعة نص ساعة بالكتير، مش هتاخد اكتر من كده. لو في الشتا طبعا هتجيبي طبق مليان مية سخنة وهتحطي الطبق اللي هو بتاع الخميرة فوقيه. انا هنا دهنتها بالزيت بالشكل ده زي ما قلتلك، المعلقة الاخيرة اللي انا سبتها في الاخر. هنا طبعا الطبق اللي انا قلتلك مليته مية دافية، وهخمر العجينة فوقيها بالطبق ده بالشكل ده وهسيبها لمدة نص ساعة. عقبال بقى ما تتخمر نص ساعة، تعالي بقى يا قمر نحضر الصلصة بتاعتنا اللي هنحطها فوق البيتزا. عندي 4 طماطم وفلفل، وعندي بصلاية و3 فصوص من الثوم، ونص كوباية كده من المية. واغطي المكونات دي على نار متوسطة وهسيبهم لحد ما يتشرب نهائي. نيجي بقى عند الصينية التانية، هننزل بمعلقتين كبار من الزيت يا قمر، وهننزل كمان بالبصل، بصلة حلوة كده يعني تكون بصلة متوسطة. وهقلب البصلة كويس لحد ما تكرمل معايا. هنيجي بقى عندي الصلصة بتاعتي وكانت استوت بالشكل ده كده. هشيل بس القشر اللي هو بتاع الطماطم وهضربها في الخلاط. هنيجي بقى عند اللحمة. انا هنا نزلت اللحمة بتاعتي،
يعني هنيجي عند البصلة بتاعتي اتشوحت كويس ونزلت باللحمة بتاعتي. هحط ايه هي بقى التوابل؟ هحط بس نص معلقة من معلقة صغيرة كده من الملح، وربع معلقة من الفلفل الاسود، وهقلب. بس هي دي التوابل بتاعت اللحمة، مش اكتر من كده. هنيجي بقى بعد ما ضربت الصلصة بتاعتي الجميلة دي في الخلاط، هنزلها كده على النار. هحط بقى ايه بقى؟ هحط نص معلقة من الملح، واحط كمان زعتر، رشة زعتر كده، وكمان فلفل اسود، ونص معلقة من السكر، وهنزل كمان بمعلقة كبيرة من الخل، وبابريكا، بابريكا الحمراء اللي هي المدخنة بالشكل ده كده. هي كمان هيزود من لون الاحمران بتاع الصلصة. ونص معلقة طبعا من السكر، انا مش عارفة قلتها ولا لا. طبعا هدفع عليه بقى كده وهسيبه يبرد. هنيجي بقى عندي العجينة. الله، بص خمرت ازاي، بقت شكلها تحفة جدا. هنا خمرت بعد نص ساعة بالظبط. هلم العجينة بتاعتي وهرش رشة بسيطة من الدقيق. لو لقيتيها ان هي مش عارفة يعني تعجنيها، قصدي تقصيها، تقطعيها بالسكينة، سوري. هي رشة بتاعت الدقيق دي هتظبط معاكي. قطعتها كده 3 قطع، قطعتين كبار وقطعة صغيرة. هقولك ليه، هعمل حلتين من الكبار وهعمل 2 ميني بيتزا من الصغيرين. هتيجي بقى تفرديها في الصينية بتاعتك. هتكوني ده يعني حاطلها زيت بسيط كده، دهنها بزيت بسيط كده من تحت. لو ما عرفتيش ان انت يعني انت وانت بتدوسي عليها كده ولقيتيها مش عايزة تتفرد معاكي يا قمر، سيبيها وريحيها لحد ما تعملي الصينية التانية وارجعي لها تاني، هتلاقيها اتفردت بكل سهولة. هنيجي بقى عند الميني البيتزا الصغير الحلو ده، وهنفرده بالشكل ده. هنرجع بقى للصينية التانية وشايفاها بقى اتفردت بالشكل ده ازاي، اتفردت بكل سهولة. لو انت بقى عايزة ان انت تخرميها بالشوكة خرميها. انا الوقت ده ما خرمتهاش الصراحة، سبتها زي ما هي كده. لو انت عايزة تخرميها بالشوكة. واحط الصلصة بتاعتي بالشكل ده كده يا قمر. الصلصة طبعا اللي انا عملتها قدامكم احلى صلصة. لو وصلت لحد هنا يا قمر ما تنسيش تعملي اشتراك ولايك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. هنزل بقى باللحمة اللي انا عصقتها والفلفل، فلفل الالوان. لو عندك طبعا زي زيتون انزلي، انا ما كانش عندي. وانزلي طبعا بالطماطم المتقطعة دي. وهنزل بالجبنة الموزاريلا كده بالشكل ده. تعالوا بقى نتكلم عن التسوية. وانتي بتسويها يا قمر لازم تكوني فاتحة النار قبلها ب10 دقايق. درجة الحرارة تكون على 200، هتاخد لها 10 دقايق بالظبط، مش اكتر ولا اقل. لو عندك طبعا الفرن ضعيفة هتاخد طبعا اكتر من كده. آه هتتكلمي بقى عن مثلا الدقيق. احنا قلنا الدقيق يكون متعدد الاستخدامات، يكون دقيق كويس جدا. وطبعا يكون الدقيق منخول. ممكن في التاتش اللي انت بتعمليه ممكن تعملي تحطي جبن، بس ممكن تحطي اي حاجة متاحة عندك. ممكن تحطي لحمة بس، ممكن تحطي قطع فراخ بس، اي حاجة. ودلوقتي حطيتها في الفرن. ولو عايزة كمان تولعي عليها الشواية عشان تحمر من فوق بالشكل ده كده. انا ولعت الشواية لمدة 3 دقايق او 4 دقايق بالكتير، واحمرت بالشكل ده كده. احلى بيتزا والله العظيم اتكلت. يعني انا مش قادرة اقول لكم، عيالك ما كانوش صابرين. يعني ريحتها وجمالها شايفين عاملة ازاي. انا بقطعها ايه قدامكم، جميلة جدا. دي من البيتزا الصغيرة اللي انا عملتها. ودولت طبعا الاتنين طبعا من كام قد ايه دقيق، من كيلو الا ربع من الدقيق عملوا لي الكمية دي كلها. بجد حاجة هايلة جدا وناجحة، وطعمها جميل. كان طعمها عسل، حلويات كده. شايفين عاملة ازاي، شكلها حلو جدا ومستوية كويس جمال.
انا عماله اقطع لكم من الحله كلها عشان اوريكم ازاي كانت مستويه ازاي ومن تحت عامله ازاي يعني. زي ما قلت لكم النار بتبقى عامله ازاي يعني 10 دقايق مش اكتر. يا رب تكون عجبتكم الوصفه. اشوفكم على خير، مع السلامه.